السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ده الجزء الثاني يا جماعة من الجولة اللي هي من المطرية لألف مسكن أو من شارع الكابلات في المطرية لألف مسكن. دلوقتي بقى أنا دلوقتي طالع من ألف مسكن عند نادي الشمس على إيدي اليمين، وهكمل كده معاكم في طريق جسر السويس. نتفرج بقى على شارع جسر السويس وجمال شارع جسر السويس ونشوف ايه الجديد. احنا في شهر شعبان، آه، في اول شهر شعبان داخلين على رمضان بقى 2025. كل سنه وانتم طيبين. تعال بقى نتفرج على جسر السويس وجماله لحد هنفضل ماشيين مع بعض كده لطريق الاسماعيليه الصحراوي. طريق الاسماعيليه الصحراوي برضو ان شاء الله نلحم جوله تانيه في دي، اصور لكم طريق الاسماعيليه الصحراوي. انا رايح العاشر من رمضان، اصور لكم بقى الطريق ده كله ونشوف ايه الجديد فيه. وان شاء الله النهارده الجولات تعجبكم. ما تنسوش بس تعملوا لايك شير سبسكرايب، وما تنسوش بقى تصلوا على النبي. اهم حاجه نصلي على النبي يا جماعه، صلوا على النبي كده علشان ربنا يكرمك. دلوقتي في ألف مسكن أو طلعنا من ألف مسكن، ماشيين في شارع جسر السويس اتجاه موقف العاشر مع بعض كده بقى ونشوف ايه الجديد. اللي ما شافش الجولة اللي قبل دي يا جماعة أنا هحطها له في علامة القوية. صورت من شارع الكابلات لحد شارع لحد ألف مسكن، يعني جولة جميلة ممتعة رايقة كده. صورت لكم الشوادر بتاعت فوانيس رمضان اللي هي على في مسكن في شغل عالي. في الجوله اللي قبل دي هعملها لكم احطها لكم في علامه الاي دلوقتي يعني. يلا بقى نشوف ايه اللي في شارع جسر السويس وايه الجديد. طبعا انتوا عارفيني كالعاده ما بعرفش او ما بحفظش، لازم يبقى مكتوب. يعني اليمين الجاي ده شارع طه حسين، على طول محور الفريق ابراهيم العرابي. هنقرا بقى محطات المترو اللي مكتوب عليها. دي محطه ايه، دي محطه ايه. مكملين مع بعض. يعني المحطه اللي جايه دي مكتوب عليها محطه النزهه، علشان المنطقه اللي على ايدينا اليمين النزهه الجديده، عشان كده سموها النزهه. النزهه الجديده تبع مصر الجديده. طبعا بقى في مسكن عرب جراج مش عارف، كل ده اللي يعرف الاماكن دي يقول لنا يعني. يعني النزهه دي فين، في العرب ولا في الجراج اللي هي عند، اعتقد في حاجه اسمها نادي النخيل باين او نادي النخيل هناك. خش يمين الجاي شارع طه حسين وشارع عبد الحميد بدوي. المنطقه دي بقى جراج ولا عرب ما اعرفش، بس احنا عند محطه النزهه، محطه مترو النزهه. والمترو هناك ماشي فوق وانا شايفه. نادي النخيل على ايدينا الشمال. مسكن ممكن تبقى دي محطه العرب، عشان انا بسمعهم كده اللي هم السواقين بتوع الميكروباصات اللي بيركبوا الناس بيقولوا مسكن عرب جروش كده، بسمعهم بيقولوا كده. فطالما مسكن يبقى مسكن الاول بعد كده العرب بعد كده جروش. انا اعتقد قلت الكلام ده قبل كده وتصحح لي، بس انا بقوله تاني مش عارف ليه. احساسي ان انا بقوله تاني. في حد صحح لي المعلومه دي وانا عندي زهايمر بقى يسامحني. في فوانيس صغننه هناك اهي. يا الله العظيم واحد فارش فوانيس في الشارع الصغيره هناك اهي. بصوا 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 اللقطه، بصوا اللقطه. ايه ده طلعت مش فوانيس، لا فوانيس فوانيس. فوانيس صغير. راجل من السودان جميل، راجل سوداني جميل. المنطقه دي يا جماعه بتاعت عين شمس مليانه سودانيين، زي المنطقه برضو بتاعت المهندسين. بس السودانيين هنا من زمان الزمان الزمان. يعني مثلا اقول لكم من كام سنه، من 20 سنه وانا بشوف سودانيين هنا في منطقه الف مسكن جسر السويس. وطبعا السودانيين في مصر طول حياتهم، بس انا بتكلم في المناطق اللي بيبقى فيها سودانيين كتير في مصر. هنا معروفه كده، السودانيين اخواتنا يعني وحبايبنا. كده احنا يا جماعه في شارع جسر السويس. فين في شارع جسر السويس؟ الله اعلم، قولوا انتوا بقى. في على ايدي الشمال حديقه، حديقه على ايدي الشمال، ملاهي كده اطفال ما اعرفش بقى، مش مكتوب عليها حاجه، ما اعرفش اسمها ايه.
تعالوا نشوف محطة مترو ايه اللي جاية دي، عشان اللي عايز يجي ينط في الحديقة او يتنطط في الحديقة. محطة مترو ايه دي يا جدعان؟ حتى المحطة مش كاتبين عليها، مش كاتبين عليها حاجة. ايه الهبل ده بقى؟ طب انا اعرفها ازاي؟ الخط الاخضر مكتوب ايه الخط الاخضر ده؟ يعني ايه محطة مترو الخط الاخضر؟ اسمها ايه طيب؟ الخط الاخضر ده اسمها ايه؟ محطة مترو ايه؟ ينزل هنا يقول له نزلني الخط الاخضر عشان المترو مش فاهم. دي محطة مترو ايه يا جدعان؟ هشام بركات اهو هناك اهو. فاهم؟ بركات. بركات. ماشي. سوبر ماركت ام الدنيا، ده اسم جميل. ام الدنيا ماشي. دي محطة مترو هشام بركات. وفي عمارة على ايدي الشمال متجلدة كلها كده ايه؟ بتاع الاسود ده. بتاع شكلها حلو، شكلها يعني إدارية. لا شكرا يا باشا مش عايزين. هو جسر السويس بقى عامل كده ليه يا جدعان؟ بقى جميل كده ليه؟ ومش زحمة. يعني أنا جاي برضو في توقيت جميل ده. ولا هو خلاص ما بقاش زحمة زي زمان؟ امشي يا عم، ما بحبش أنا الباصات الكبيرة بقى اللي بتحكي عنه الرؤية دي، امشي. بص بقى على طول إسماعيلية بالبيس الدائري، المستشفى السعودي الألماني يمين الجاي. فينا شرار. آه. اللهم اشف كل مريض. الشجرة دي حلوة أوي. ده مشتل. مشتل هنا، مشتل كده. عايز يشتري، اللي عايز يشتري زهور يجي يشتريها من هنا. يا سلام. يا سلام. يا سلام على الجميل. لا الجولات النهارده هتكيفوا. الجولة اللي قبل دي والجولة دي جميلة. شايفين مصر يا جماعة؟ شايفين أم الدنيا عاملة إزاي وجمال أم الدنيا؟ وأم أي حد يجيب سيرتها كلمة وحشة. أنا اللي بقول لكم. محطة مترو قباء. احنا هنا يا جماعة في منطقة قباء. محطة مترو قباء. قباء. مستشفى السعودي الألماني الداخلة بتاعتها من هنا ماشي. محطة مترو قباء يا جدعان. والشارع الجاي يمين طريق العروبة اللي هو يعني صلاح سالم وكده، وطريق حسين ومحور جوزيف تيتو. اه حسين ومحور جوزيف تيتو. كده احنا يا جماعة في قباء. اللي على ايدينا الشمال دي اسمها منطقة أو مدينة قباء. زحمة جدا المدينة دي برضه. مزدحمة بالسكان. اي بي سي. عدي 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 عدي. لا تترددي وانتوا بتعدوا شارع يا جماعه ما حدش يتردد. يا اما ما تعديش خالص. انا بقول لك تخش وترجع. الله يرحمه. اه اسمعوا مني. جمد قلبك وتشاهد خالص. انت الشهاده ونط على طول. كده احنا يا جماعه طالعين من منطقه بقى قباء، داخلين بقى على المنطقه بقى اللي هي بعد قباء دي بقى اللي هي ايه؟ العمارات اللي على ايدينا اليمين دي كلها ايه؟ قديمه العمارات دي على فكره من زمان، مش من سنين يعني. كلها محلات كده جميله. وبقى حاجات كلها يعني حاجات بتوع صورة بقى، فرن، مطعم، مش عارف، جزار، حاجات كلها يعني ايه الناس اللي هنا تنزل تشتري طلباتها من هنا. سوق يعني. سوق جميل كده. واحد بتاع ابويا، واحد بتاع مش عارف ايه، كافيه، سوبر ماركت. انزل اشتري طلباتك من هنا وارجع تاني. عمر بن الخطاب. محطة مترو عمر بن الخطاب.
وبعد كده بقى داخلين على اول جمال. اول جمال ده شارع اسمه اول جمال عبد الناصر. وبعد كده بقى تخش شارع جمال عبد الناصر جوه بقى مدينه، تروح داخل بقى على منطقه الحرفيين اللي هم بيصيروا في بيعملوا فيها العربيات بقى السمكره جمال عبد الناصر خلاص يعني. هي جمال عبد الناصر نهايه جسر السويس. نهايه جسر السويس شارع جمال عبد الناصر اللي هو عند الكوبري اللي هناك ده جاي. صح ولا انا غلطان؟ اعتقد صح، ايوه صح. شارع جمال عبد الناصر ده يا جماعه بقى يعني فينا الشر بقى اللي عربيته عامله حادثه واللي عربيته عايزه تتشد، ينفخوا فيها كده يرجعوها زي ما كانت. يخش جوه كده هيلاقي الله ده في شادر اهوت هناك على اول جمال عبد الناصر بتاع فوانيس على الشمال. يخش بقى جوه كده يلاقي منطقه اسمها الحرفيين. الحرفيين دول معلمين، يعني ممكن لو عربيتك دي وداس عليها قطر يرجعوه لك تاني زي ما هي زمان. بس هي حكايه الكمائن ده تاني كمين قابلته في جسر السويس. ظابطين الكلام، ظابطين الكلام يا جدعان. كده احنا لو دخلنا شمال كده بقى ونخش بقى ايه، خلاص بقى خلصنا شارع جسر السويس ونخش بقى جمال عبد الناصر منطقه الحنفيين. يا رب ما نخشها خالص. كده احنا بقى يا جماعه طالعين من جسر السويس. رايحين بقى فين؟ رايحين طريق اسماعيليه الصحراوي. رايحين طريق اسماعيليه الصحراوي. احنا بنفضل ماشيين مع بعض كده لحد موقف العاشر. كده كده رايح العاشر. فاحنا نصور بقى الجوله دي نمدها شويه لحد موقف العاشر نوريكم الاجواء اللي هنا كده. لان برضو المنطقه دي جميله، اللي هي بقى ايه، بين جسر السويس بين موقف العاشر. منطقه رايقه كده وحلو. وهتلاقوا على ايدك اليمين كده اول ما تطلع بنزينه، وبعد كده ايه تلاقوا بقى ايه بنات كده وشباب على ايدك اليمين كل واقفين بصندوق كده خشب بيعملوا شاي وقهوه وحاجات زي كده. عيال بقى شقيانه شايفين. والله العظيم اللي عايز يشتغل بيشتغل. شايفين بصوا بقى كده، شباب وبنات جايبين الصندوق ده الهيكل ده كده. مش بقى لازم عربيه بقى وفيلم، لا، وبيعملوا شاي. كلها كده، بس اغلبها كده الحقيقه يعني انا شفت الشباب بنات يعني. شايفين الصناديق دي؟ صناديق معموله كده عامله زي بتاع الحمام، اللي هي هيكل كده بس عشان تعمل وهي واقفه بس. بص بينهم وبين بعض قد ايه، كل واحد بياخد رزقه. ربنا يرزقهم كلهم يا رب طالما بيشتغلوا بالحلال. والله يا جدعان كلها بنات، كلها بنات صغيره. كلها بنات صغيره وواقفه بتاكل عيش بتساعد اهاليها. والله يا جدعان ربنا يحميهم بس. كده احنا خلاص داخلين على موقف العاشر. وهخش برضو من تحت علشان اوريكم موقف العاشر من تحت. بعد كده بقى هفصل الجوله واعمل لكم بقى جوله من الموقف العاشر لطريق بقى ايه، لطريق اسماعيليه الصحراوي او لمنطقه العاشر مع بعض. يعني نصور طريق لحد الكارته بقى، نصور مع بعض كده نشوف طريق العاشر ده عامل ازاي. عدى بقى على مدينه الشروق وعلى مدينه بدر وعلى المدن اللي هناك دي الجديده مع بعض يعني. انا صورت لكم لحد العبور، نصور بقى لبعد العبور. نمشي كده ونقول يا جماعه المدخل ده مثلا بتاع مدخل العبور، المدخل ده مدخل الشروق، المدخل ده مدخل بدر كده مع بعض. طبعا انا نزلت من تحت، كنت ممكن اطلع من فوق عادي خالص يعني، بس تحت شغال. المحطه المركزيه عدلي منصور. خلينا مع بعض يا جماعه كده، تعالوا نشوف موقف العاشر. نخش في قلب موقف العاشر وبعد كده نفصل الجوله دي. نجيب لكم جوله جديده. سوبر جيت، سوبر جيت طبعا لموقف العاشر. ساحه انتظار على الشمال تحت الكوبري. تحيا مصر، تحيا مصر.
مصر بقت حكايه. شو كده احنا يا جماعه موقف العاشر اهو، خلاص احنا كده فات بموقف العاشر، طالعين بقى من موقف العاشر رايحين العاشر. يلا بينا نروح العاشر. سلام.